كانت النوار زوجة الفرزدق أوست أن يصلي عليها الحسن البصري، فلما ماتت حضر جنازتها، فقال للفرزدق: ماذا يقول الناس؟ قال الفرزدق: يقولون شهد هذه الجنازة اليوم خير الناس يعنونك وشر الناس يعنوني. فقال له: يا أبا فراس، لست أنا بخير الناس ولست أنت بشر الناس. ثم قال الحسن البصري للفرزدق: ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 80 سنة. فلما صلى عليها الحسن مالوا إلى قبرها، فأنشأ الفرزدق يقول: أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا. فبكى الحسن حتى بلت دموعه التراب، ثم احتضن الفرزدق وقال: